رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم جميل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بعد الفطار بقى واللازم منه، وفطرنا والحمد لله تمام. وعاملين الكنافه بقى، عملناها جنب كوبايه نسكافيه كده. تحفه. بصوا، مقرمشه من فوق ومن تحت من جوه طريه، تحفه بصراحه. وده الفستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض. شفتوا بقى كل حاجه عملناها قبل رمضان نفعت ازاي. دي كنافه زمان اللي احنا متعودين علينا كل اول رمضان، من غير حشو من غير اي حاجه. هي دي بنفتتح بيها دايما رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه بقى هنعملها معانا عشان يبرد السكر، بنحط كوبايتين سكر كويس، هما كوبايتين مش اكتر من كوبايتين. خلاص كده، وهنحط عليهم الميه بتاعته، كوبايه، ادي كوبايه، وهنحط كمان نص بس. وهتسيبيها تغلي على النار. بعد ما تغلي 5 دقايق، ولا تقلبيها ولا اي حاجه، نص ليمونه خلاص على كده. هتيجي تقفلي عليها، هتحطي لها شعره فانيليا صغيره. مش حابه الفانيليا بلاش، يعني في ناس تحط على الكنافه فانيليا وفي ناس ما بتحطش. الكنافه دايما ما بتظبطش منك، ودايما بتبقى ناشفه. هقول لك انا بتبقى ناشفه ليه. الكنافه ظبطتها في سمنتها. انا دلوقتي الكنافه كنت جايباها قبلها بيوم وحطها في الفريزر كويس. في الفريزر اسهل، بتفركيها على طول بتبقى ناعمه بدل ما تقصقصيها. طب ما جبتيهاش وما فركتيهاش في الفريزر، وتسيبها بالمقص حتت صغيره وتحطيها صحيحه كده. النص كيلو كنافه بياخد كوبايه وربع سمنه سايحه، غير اللي انت بتحطيها في الصينيه في الارضيه. كوبايه وربع سمنه سايحه بتطلع مظبوطه وعلى الشعره. معلقتين سكر بودره، دي بالظبط بتطلع بصي ولا بتاعت الحلواني. بصي، معلقتين سكر بودره، حتى انا السكر بودره طحناه قبل رمضان. ادي كوبايه وهحط الربع اهي، انا حتى مسيحاهم. بصوا، كوبايه وربع، كوبايه وربع، لا تزودي ولا تقللي. وتفركيها بقى جدا. بصي افركيهم مع بعض قوي. خلاص، احنا اول يوم متعودين من امام الله يرحمها ان احنا ناكل الكنافه الساده دي اول يوم، كنافه زمان الجميل. بعد كده بقى بنفنن فيها، ايش محشيه وايش بابلز وايش معموله في الكب كيك، بننوع. لكن اول يوم كده احنا اتعودنا اول ما نفتتح الكنافه نفتتحها ساده. احنا جبنا الصينيه. انا الاول لقيت الصينيه دي طلعت صغيره على نص كيلو بصراحه. نص كيلو راجل ميزانه حلو ما شاء الله. فنقلتهم بقى في الصينيه تانية اوسع شويه، يعني بعد ما حطيتهم هنا نقلتهم في صينيه تانية كويس كده. كلام جميل. دي الكنافه بتتحط في الفرن على درجه حراره 180 في الرف في الوسط. طبعا انت بتدكيها جامد جدا بايديكي او بطبق تاني او بكوبايه على حسب ما انت تقدري تعملي. اول ما تلاقيها احمرت من تحت تشغلي على الشوايه من فوق عشان ما تنشفش من جوه. هتلاقيها نشفت كلها من جوه، بقت مش حلوه. دي التكات بتاع الكنافه. يا اما تقلبيها براحتك، مش هتعرفي تقلبيها، ولعي لها الشوايه تاخد لون من على الوش. بصي انا دكتها ازاي اهي. ادي السكر اهو، هنديها السكر بتاعها على زي ما احنا عايزين. اللون الذهبي الجميل بتاعها ده تولعي لها الشوايه. خلي بالك اهي كده خلاص. الفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، رش شويه كده على الوش. يا سلام يا سيدي. ايوه بقى، مش عايزه بلاش، ما عندكيش مش مشكله. ده كده بس شويه. انا ما بحبش اقلبها في الصينيه بتاعتها بصراحه، يعني ما بحبش اقلبها من صينيتها. انا كده بحب اكل الكنافه دي في الصينيه زي ما هي كده. طبعا ما قعدتش ما شاء الله بعد الفطار، يعني انا لحقت قطعه بالعافيه صورتها في الاول ما شاء الله. يعني الف هنا وشفا. اي نعم ولادي كلهم ما كانوش موجودين، بس كلهم جم بعد الفطار فاكلوا بقى الكنافه بتاعتي. هم بيحبوا الكنافه الساده اول يوم، يعني ده يعني طبع عندنا، يعني او دي عاده عندنا. بصوا الكنافه عامله ازاي من جوه، طريه من جوه، هشه من فوق وهشه من انا قصدي بقت قرمش من فوق تقرمش من تحت. من جوه طريه، تاكليها دايبه دوب كده في البق. بصي عامله ازاي. عرفتي؟ نص كيلو عليه كوبايه وربع سمنه. خلي بالك من الحكايه دي عشان ما تبص منك الكنافه وتنشف. اوعي تنسي تحطي لي لايك. لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين.